عليكم. تفضل يا أخي، أنت على الهواء. السلام عليكم. أنا خادمكم، تفضلوا. بارك الله فيك. كاظم من العراق. كاظم تفضل بالاختصار. تفضل يا أخي، تفضل بارك الله بك. سلام عليكم، تفضلوا. لا، ليس موعدكم. سلام عليكم، تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم. عليك السلام. أنت على الهواء، تفضل يا أخي، تفضل. هذا لا يتكلم. بلي سلام عليكم، تفضلوا. سلام عليك يا شيخ. يا أخي تفضل، دقيقة انتظر، أنا أشوف هذا الرجل قبلك من تونس السيد يتكلم، بعده أنت. دقيقة. أي سلام عليكم، تفضلوا. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. من أين تتصل؟ سلام عليكم. اتصل من أمريكا، من ولاية أوهايو. تفضلوا يا أخي. والله صحيح يا شيخنا، أمورهم تضحك السفهاء من. يا أخي أنت في أمريكا كوميدي ما هو بالعربي؟ الكوميدي يعني الإنسان يعني اللي يضحك الناس. أحسن. لا، الفيلم الكوميدي، الأفلام الكوميدي جزاك الله يا خير. ما هي بالعربية؟ ترجم لي، ما هو الكلمة؟ الكوميدي معناته الإنسان المتفرج. لا ليس إنسان، أفلام للضحك. ما هي اللغة الكلمة بالعربية؟ هذا وأنت، أنا رجل غير عربي لا أعرفها فأسألك وأنت لا تعرفها. تفضل على كل حال، تفضل يا أخي. جزاك الله. أنا عندي ملاحظة مولاي. أي تفضل. هذه السؤال الأخ التونسي نفسه كان سؤال في عهد هارون الرشيد. أي. عندما أخبره أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أي. فأخبرهم قال نحن هارون يقول هذا الإمام يقول له نحن من أهل البيت أيضا. أي. فلما أنتم تستحقون الخلافة ونحن من أهل البيت. أي. فكان جوابه، والجواب موجود في كتب التاريخ. أي نعم. وهذه الملاحظة أنا جزاك الله خير. بارك الله بيك، أشكرك. سلام عليكم، تفضلوا. وهذا التونسي قطع خطه. تفضلوا. السلام عليكم. عليك السلام أخي الجليل. شلون يا أخ؟ بارك الله بيك، الله يرفع قدرك. بارك الله يرحمك. شيخ أنا عندي سؤال يعني لو تقدر تجاوبني. أي نعم تفضل، ما هو سؤاله؟ إن علي رضي الله عنه هو زوج ابنته أم كلثوم، أي شقة الحسن والحسين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كذب وافتراء وظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا نقبل ذلك. بس خلينا نحكي عن المصادر. أول مصدر هو للكليني في الكافي في الفروع. اقرأ. صحيح، أنا أقبل قولك من الكليني، ولكن أريدك أن تقرأ الرواية بالكل. خلي أحفظ. الكليني في الكافي في الفروع. الكليني ليس كليني أول، افهم. لا يا شيخ، خلي أحكي عن الصفحة. لا يا أخي الجليل، أنا أعلمك كيف تقرأ. ليس كليني بل الكليني. افهم. وأنت لا تعرف اسم الكتاب. لا يا شيخ، أولا خلينا نحكي عن يعني مصادر الأخلاق أو توصي في تهذيب الأحكام. يا أخي الجليل، اقرأ الرواية من الكليني أولا. أنت كتاب عندك، فأريدك أن تقرأ الرواية حتى نتحدث. تفضل. أنا أريد هسه أنا أحكي عن المصادر وبعدين أنا أريدك أن تقرأ الرواية. أنا المقدم، من حقي أن أسألك أن تقرأ الرواية. لماذا لا تقرأها؟ أنا اسمع يعني طبعا يا شيخ. هل عندك الكتاب؟ هل الكتاب عندك؟ لا سمعت. إذا ليس عندك فخابرني بعد ما حصلت الكتاب. فخابرني بعد ما حصلت الكتاب واقرأ الرواية لي الذي تقول إن الكليني جاء به إن أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله زوج ابنته من الكافر عمر. هذه الرواية أريدك أن تقرأ لي، أن تقرأها لي وللناس.
وإذا لا تقدر أنا أقرأها، لأن كليني كافية الشريف عندي موجودة، وأنا الآن أقرأها لكم. أي سلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم شيخي الجليل. الله يرفع قدرك يا أختي، كيف أحوالكم؟ أم جلال عني. يا أم جلال، الله يحفظك ويسلمك. شيخي من فضلك، أنت تفهم زوجها للشيعة العراقيين بلغتنا العامية. أي أختي تفضلي. أي إخواني الشيعة، أنا حاكيكم بكلامنا، احنا الشيعة المعروفين بولائنا واخلاصنا لاهل البيت الآل الرسول، ما نبخل لا بأموال ولا بأنفس، ويا ما ضحينا بأرواحنا وأموالنا في سبيل الحسين ولحد الآن نضحي. ليش هذا السكوت؟ ليش ما تتبركون من هاي القناة وتبيضون وجوهكم قدام الإمام الحجة؟ إخواني وخواتي، احنا مو قليلين، حتى لو نتبرع بمبالغ بسيطة جدا تفيد حاجة القناة. ليش تجعلون هذا الشيخ الفاضل يكرر النداء لكم يوميا؟ ليش تبخلون؟ ليش تخلون أعدائنا يفرحون؟ أنا أدري أكثر الشيعة حالتهم بسيطة، وبس إحنا مو قليلين. إخواني، مثل ما نبدل الحسين عليه السلام، خلينا نبدل هاي القناة ونثبت ولائنا للرسول. إخواني، هاي مو شيمتكم، انتم شيمتكم الكرم، احنا شيمتنا الكرم والجود والشجاعة، كل شيء يلزمنا بحبنا لأهل البيت. نروح لكربلاء، هم نحصل زيارة لأبي عبد الله، وهم نتصل بالرقم ونتبرع بقدر الإمكان ونثبت ولائنا لآل الرسول. وينكم يا شيعة علي؟ وينكم يا شيعة الحسين؟ أخوتي، احنا عجبنا العالم بحبنا لأهل البيت. يلا خلي نثبت للعالم هذا الحب الأزلي الذي لا يقف عند حد، ما يوقف عند حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أختنا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكركم والله يرفع